لو عمرك ما زينت تورته ولا حتى مسكت كيس الحلواني في ايدك وفي نفس الوقت عندك مناسبة ونفسك تزيني تورته، فاوعدك النهارده هتعمليها بكل سهولة وبساطة بدون اي ادوات كتيرة وغالية، وباقل الامكانيات هتعملي تورته خطيرة وشهية وبروفيشنال من اول مرة. يلا بينا نبدأ، بس اذا كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان توصل لكل اشعاراتنا ووصفاتنا بفيديوهاتنا الجديدة. تعالوا نشوف هنا معانا الكيكه الاسفنجيه بتاعتنا اللي عملناها قبل كده في فيديو بثلاث مكونات فقط لا غير، طالعه هش وعاليه جدا واربع طبقات كمان. بجد كيكه ناجحه وعاليه جدا بثلاث مكونات فقط. هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي اول كومنت، اشجعكم جدا تتفرجوا عليها. هنا بقى ما عنديش القاعده الدواره لتزيين التورت. هنعمل ايه؟ هجيب صينيه اللي انا خبزت فيها او اي صينيه احطها واحط عليها واحده واطيه، هقلبها عليها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واجيب بقى قاعدة، عندي اي قاعدة ثابتة. انا عندي قاعدة كانت كرتونية من تورتة قبل كده كانت جاهزة، وبعدين هحط معلقة من الكريم شانتيه واحط اول طبقة من التورتة بتاعتي او من الكيك بتاعي، وهبتدي ان انا اشربه بعصير، اي نوع عصير عندك او اي مية بسكر حتى لو ما عندكيش عصير. هبدأ بقى بالسباتيولا او اي سكينة عندك خالص، سكينة فرد او سكينة عادية. هبدأ ان انا اساوي او احشي بكريم شانتيه بتاعي، وبعدين احط طبقه من صوص الفراوله البيتي. انا عامله صوص فراوله بيتي جميل برضو، هسيب لكم اللينك بتاعه في الكومنتات وفي صندوق الوصف. وبعدين هشربها برضو واسقسها حاجه بسيطه لان الكيك بتاعي طازه. بعدين بقى همسك كيس الحلواني، انا ابتدي بقى من الطبقه التانية هحط بكيس الحلواني علشان ما يتسربش الصوص الفراوله بتاعي، رغم انه تقيل ومش هيتسرب، بس يعني برضو ناخد احتياطاتنا ونحط الاطراف كلها بكيس الحلواني افضل علشان تبقى الاطراف عاليه وما تسربش اي صوص بره. زي ما احنا شايفين كده بجلس او بحشي طبقه من الكريم شانتيه عليها طبقه من صوص الفراوله اللذيذ اللي احنا عملناه في البيت. هنا بقى معانا اخر طبقه بحطها، اخر طبقه من طبقات الكيك بتاعي. وعايزه اقول لكم الموضوع مفيش اسهل منه، اعملي الخطوات دي بالظبط هتطلع معاكي تورته ولا اروع من كده. بس امشي معايا خطوه بخطوه زي ما احنا ماشيين، ادي كل خطوه حقها. تمام كده. عايزه اقول لكم التورتايه دي مقاس 20، واخده معايا كميه الكريم شانتيه عباره عن كوبايتين كبار من الكريم شانتيه الخام، كوبايه من السكر الحبيبات العادي، وثلاث كوبايات من الميه. تضربي كويس جدا جدا علشان تاخدي قوام ناعم، مش مخرز معايا. ببدأ بقى التجليسة دي اول تجليسة مش الاخيرة، بعدين هدخل بيها الفريزر لمدة نص ساعة لو احنا في شتاء، ولو في الصيف بخليها ساعة. كده انا طلعت بيها من الفريزر خلاص، كده ماسكة نفسها جدا. اخدت 3 4 معالق كده من الكريم شانتيه وحطيت له لون لون غذائي، لون احمر، نقطتين 3 كده من اللون الجل ده، اداني اللون البينك اللي احنا شايفينه ده. هجلس بقى بيه الطبقة اللي من تحت زي ما احنا شايفين كده. احاول طول الوقت ان انا اساوي واسد الفراغات كلها، ما يبقاش عندي اي فراغات في التجليس الاخير. وطول ما انا شغاله بنضف زي ما انتم شايفين كده القاعده، بنضفها كويس واحاول اساوي، واحاول ان الطبقه بتاعتي تبقى ملساء خالص، مفيش اي حبيبات، مفيش اي حاجات مكلكعه، مفيش اي فراغات. وهبدا بقى احط الكريم شانتيه بالقمع لباقي التورته من فوق الابيض، وده يعتبر الوش الاخير. وبالسكينه اللي معايا دي، ممكن اي سكينه فرد يعني، دي سكينه فرد، انت لو عندك اي سكينه عاديه ممكن تجلسي بيها عادي خالص. تمام زي ما احنا شايفين كده. احاول اوصل لمرحله ملساء خالص ما تبانش فيها اي عيوب. واحده واحده هتلاقي نفسك اتعودتي، يعني اول تجربه ليكي غير تاني تجربه غير تالت تجربه، هتلاقي نفسك في كل مره بتبدعي وبتبهري اسرتك وبيتك وكل حبايبك. هنا بقى علشان اجلس اخر وش، نزلت سكينة الفرد بتاعتي في مية سخنة مغلية، وبحاول اسوي بيها الوش علشان ما يبقاش فيه اي عيوب في الوش. هنا بقى في سكرابر معايا، في خطوط عريضة وخطوط رفيعة، يعني خطوط ضيقة وخطوط واسعة. بدأت ان انا اديها وش بالجناب بشوش خالص، وانا بمشي على الاطراف اديتها شكل جميل من الجناب. وهبدأ بقى ان انا احط زي روزتات كده بالقمع الحلواني، شكلها حلو برضو من على الاطراف
عالية شوية علشان هحط في النص صوص الفراولة اللي انا قلتلكوا عليه، وهسيب لكم اللينك بتاعه في اول كومنت وصندوق الوصف. ب3 مكونات بس عملت احلى واجمل والذ صوص فراولة. ده عملته بيتي، طعمه لذيذ، زينت بيه بقى في النص. وكان عندي فراشات كده للتزيين برضو من عيد ميلاد، عملت فيه تورته قبل كده فاتبقت قلت ازين بيها برضو، كانت شكلها حلو برضو قوي زي ما احنا شايفين كده. مفيش اسهل ولا ابسط من كده. حتى القاعدة الدوارة اللي احنا عاملينها دي، احنا مش عندنا قاعدة دوارة لكن مفيش حاجة بتصعب علينا. تعالوا بقى نقطعها ونشوف الجمال. طبقاتها عالية جدا وهش جدا، ومحشية حشو حلو وبسيط، مش كتير، بسيط بس طعمه لذيذ جدا. ما اقولكوش على طعمها، كان رائع. شايفين الطبقات هش جدا، محشية كويس قوي ومتجلسة كويس قوي. دي تورته للمبتدئين اللي اول مره، لو فكرتي لاول مره بتدخلي المطبخ تعملي تورته. وعايزه اقولك لو اشتريتيها من بره جاهزه بمبلغ، بشجعك جدا تعمليها في اي مناسبه، او لو حتى من غير مناسبه تفرحي بيها اولادك وكل اللي بتحبيهم. وصفتنا النهارده خلصت، ما تنسوش اللايك والشير لكل حبايبكم. انتظروني في وصفات احلى واحلى من مطبخ فراولة. شكرا ليكم ولمتابعتكم.